غير الشباب اللي كان عندهم الاعتقال الاحتياطي، راه كارثه. اذا المغربي لا يجب الدفاع عنه، لانني كنعرف ان كاينين الناس دافعوا على الحقوق وهم يقبعون في السجون، هو الاخرون يتمتعون. وكيخرج كيقول لك شكون قال له خرج دافع عليا، اما كيدافعش عليك. شي ذاك رجل الامن الذي يقوم بالاعتقال، ذلك الشاب يدافع عن اخيه وعن ابنته وعن ابنه في المستقبل، يدافع عن حقه في التعليم، عن حقه في الصحه، عن حقه في العيش. شي حق الحياه كاين في الدستور مسرح من الفصل 20 وانت طالع حتى 27 كتلقى انها حقوق كلها اعطيت للمغاربه من السد الاعلى، وهو الدستور القائم. عندنا مؤسسات قائمه بذاتها، وزاره الدفاع ووزاره الداخليه، وهما اللي قادرين فقط انهم يعطيو واحد الرساله. حنا ولينا كنشوفوا بعض المؤسسات غير اسماء، مني ولا صاحب الجلاله ينتدب الفتيت لمراقبه قطاع الصحه، مراقبه قطاع النقل. اذا هنا كاينه اشكاليه، اذا هنا راه معروف انه كاين فساد وكاين خلل في بعض المؤسسات، اذا يجب ازاله رموز هذوك المؤسسات، الكراسي. حنا عندنا رئيس حكومه يمتلك كل ما في المغرب، الهواء فقط هو الذي لا يمتلكه، الاكسجين يمتلكه، المياه والغابات يمتلكها، اعالي البحار يمتلكها، كراسي وشركات ديال الاجهزه كيمتلكها. هو تيقول انا هنا رغم ان الوفكم، هو هددنا قبل ما يطلع الانتخابات، هددنا. ها انت تشوف انا لا اعرف محمد رضا كيف له وجه ان خليها تهضر مثلا اختي غفران، حيت انا كنعرفها كان يخرج الناطق الرسمي باسم الحكومه على الاقل بشي بيان يتواصل مع الشعب، يقول لهم حنا راه تنسمعوكم وعارفين شنو باغي. شمن ناطق حكومي؟ شفتي الحكومه؟ بقى غير تشوف الناطق باسم الحكومه، واين هي الحكومه بحد ذاتها؟ يخرج الناطق. واي برلمان بلا تاخذ، واي برلمان يطلع البرلمان اول حق تدافع عليه هو حق ديالو في التقاعد ديال البرلمان. كيف يعقل؟ لا هو راه عندنا حنا من يرأس الرأسة الكبرى عنده حكم قضائي 1,300 مليون، ومصنع في مدينة أكادير بدون أي وثيقة تذكر، وكيدير لك إخراج قانون الإطراء الغير المشروع من البرلمان. راه لو كان للمواطن القدرة على مواجهة الفساد وتوجيه رسالة إلى صاحب الجلالة بغضبة ملكية، لأن الحل الوحيد أن تكون غضبة ملكية تزيل الضبابية، لأن الضبابية يعني أصبحت تستحوذ على تقريبا 80% من المغرب. مني كنشوفوا هاد الحقوق اللي تم الهدر ديالها، والصحة والإخوان. الصحة راه هي المواطن، راه كتنتجوا لينا مواطنين ما قادرينش يوقفوا في الشارع العام. راه ولا عندنا التسول، ولينا فين ما مشينا كنلقاو متسولين، ولينا كنلقاو راه نسبة الطلاق ونسبة السرقة ونسبة الجريمة ارتفعت. وما السبب في ذلك؟ اقتصادي واجتماعي، لاننا ما ربيناش، ما عطيناش، وما دعمناش ماليا، وما جبناش القوانين بالحذافير ديالها مني وقعنا الاتفاقيات بمكاتبها وصناديقها، انما جبنا القوانين كفصول فقط ومواد ووضعناها في جميع التعديلات. كنشوفوا واحد النور شويه كيتسد ذاك النور وكتجي الضبابيه من بعده، لان ربما نقول ان الحمد لله على ما يقع، شويه كنلقاو الضبابيه كيخرج لك واحد كيقول لك انا سوف اكون مرشحا في المرحله القادمه. لماذا؟ ماذا قدمت؟ لا نعرفك اصلا. انت تمتلك المغرب ب 80%، بقى لك الهواء الطلق بوحدو اللي ما كتمتلكوش. جميع الضيعات الموجوده في الاطلس كاطلس تمتلكها، ما بقى لك والو ما تمتلك. انت داير مكانه في يدك ثمن ديال 4 ديال البرطمات. اش باغي بشي حكومه؟ شنو غدير بالحكومه؟ يدك فيها 4 ديال البرطمات 75 المليون، وكتكلم لي على حكومه؟ والحكومه خليها الواحد يقدر يعطي فيها شي حاجه، يقدر يوصل شي حاجه. اعالي البحار جاي للداخله باش دير فيها الداخله يلاه بانت لك حتى وصلت الانتخابات باش انك تدخل ليها في السنه الفارطه وتدخل ليها في السنه هذه لتنويم البحاره من جديد ولتنويم المواطنين. راه ما بقاتش شي حاجه ما تمش السيطره عليها، باقا حاجه وحده اللي ما تمش السيطره عليها وانا كنقولها. الهواء الطلق اللي كنتنفسوه ليس بيد احد، هو بيد الله فقط، والروح التي نعيش بها. واسمحوا لي يا الاخوان. تبارك الله عليك اخت حرب. يونس كان بغى يدير شي مداخله. تبارك الله عليك كل شيء. أول شيء إخواني، مع أن الأخت بارك الله فيها أفادت علينا حقيقة علينا أن نتفهم الوضع من أنفسنا. هذه الأولى. نحن على المغرب وعلى السلطة وعلى نقول
عملاء السلطة وللمستبدين في هذه البلاد وللقامعين في هذه البلاد. الشعب الآن، الشباب الآن الصاعد معظمه ولله الحمد، إن لم نقل 50% من الشباب صار مثقفا، وصار مثقفا بغير التعليم الدنيء المنحط عندنا في هذه البلاد. ثقفه الإعلام، ثقفته الانترنت. صار ما شاء الله تجد الطفل لا يتزوج 15 من عمره ويصبح إعلاميا، أنه صار إعلاميا ليست له أي شهادة ولم يدرس عند أهل الاختصاص. فلهذا عليكم أن تستفيقوا، لا تقابلون هذا الشعب. الآباء ديالنا من قبل كانوا يعيشون الخوف والجبن، وغلب عليهم الخوف حتى صاروا لا يريدون إلا العيش، وإن يكون العيش هزيلا يفتقد الكرامة، يفتقد الصحة، يفتقد الحرية، يفتقد أي شيء، أي وسائل العيش. لكن الآن لا، ليس تعيش أنت وأنا أموت بجانبك. نحن الآن ما نراه الآن رأي العين أننا تحررنا نقول من قبل 2000، قبل 99 من ينصب عاهل المغرب محمد السادس، قلنا أننا تحررنا من سنوات الرصاص. لكن في الحقيقة الوضع الذي نراه يعيد الحالة لسنوات الرصاص. شوفوا غير يا الشباب المغربي ويا الشعب المغربي، علينا أن نستفيد. شوفوا من قبل الحراك الذي كان ديال 20 فبراير، جابوا لنا حكومة وقالت غادي ترد كل شيء، وأنها سترد المغرب جنة، ويعود الشعب إن شاء الله إلى أحسن الأوضاع. الدولة المغربية ستعيدها لأحسن الأوضاع، وأن لنا وعندنا كفاءات في كل القطاع. لم يستمر ذلك إلا 3 سنوات وخرج حراك الريف. ماذا يطالبون؟ يطالبون بالصحة. دائما مطالبة المغاربة، لأننا احنا دراوش كنطلبوها غير سهل. اش داروا ليهم؟ كبدوهم بالاعتقالات، حتى قالوا أن باش تعرفوا احنا لبداء للأسف احنا لبداء، باش غيقدموا هذاك الضحية الذي تزعم الحراك. نسأل الله أن يفك أسره ويفك المعتقلين السياسيين الأحرار الذين يحبون هذا البلد ويسهرون على حماية هذا البلد، وأن يعيش مواطن هذا البلد أحسن معيشة، وأن يكون له كرامة وسيادة كأي مواطن في بلده، يحس أنه في بلده وليس غريب. أما احنا المغاربة راه كنحسوا بأنفسنا غرباء في هذا البلد. واللي هو فيه اكثر خيون تنشوفوا القوات العموميه تستعرض العضلات ديالها وعاجبها الحال، وتتصور مع الصحافه تيتصوروا كيفاش يهزوا هذا، وكيتفننوا في النقل ديال المواطن المغربي. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. الصالير ديالو ما تيفوش 6000 درهم، تيتمثل عاوتاني على المواطن المغربي، تستعرض العضلات ديالو. حشومه عليكم، راه تفتيشوا على المواطن. راه هادشي اللي بغيت نوصل لهاد البلداء الذين عندهم يريدون ان يستعبطوا عقولنا. عطيني واحد الكلمه باسم المواطنه. بلاتي خويا نكمل الله يحفظك. هذه النقطة اللي بغيت نوصل، باسم الذي يريدون أن يستعبطوا عقولنا باسم المواطنة. هادو راه كيتحداوك، هادو ملي كيصوروك وانت كتعتقل كيتحداوك أننا عندنا عندنا السلطة الفرعونية. فرعون اش قال للصحارى ديالو منين دار معاهم الاستشارة؟ اش قال لهم اليوم لا أريكم إلا ما أرى. اليوم كاين غير الرأي ديالي، ما كاينش شي حاجة. حتى هادو واش بغاو يوروك بهذيك الصورة الأخ محمد؟ بغاو يقولوا لك راه حنا اللي كاينين، وإلا قربتي طلب حقك ولا بغيتي شي حاجة غير كما بغينا لك حنا، ها المقابل ديالك، ها اللي غادي تواجه، ها ما تستحق، ها الجزاء ديالك. وهذا اللي كيستفيق به الشعب، هذا راه
لما انه كان الحراك ديال الريف خاصنا نستافدوا هذاك الحراك اللي كان ديالو. ودابا اخويا يونس ما تنطالبوش بالمطالب الاجتماعيه ولا عداله، تنطالبوا كثره السجون، يهزونا كاملين ويصرفوا علينا في السجون، ما بقينا يبنيو لنا السجون صافي، ما بغينا لا تطبيق لا صحه لا تعليم، بغينا السجون لهاد البلاد، قبطونا وحطونا بينا وحصلوا علينا 70 درهم في النهار ونخدموا من نرتموا. فاش كيقول لك انت كتقلب على القرعه، واش على فكر كي داير اخويا يونس؟ قبيله انا كنهضر واحد تيقول لي تتقلب على القرعه، تقلب على القرعه عندكم دابا المطالب ديالنا، شوف المطالب واش كاين ديالنا، القراعي كاملين ماشي مشكل. المطالب ديالنا عرفت انا شحال من واحد كيدخل عندي الخاص، وقسما بالله لو كان تشوف خويا اويس، نعطيو الكلمه الاخ اويس والمغاربه. بلاتي باقي معنا يونس، مره تدخل تيدق. خويا اويس تفضل. اخويا محمد رضا خلينا يونس يكمل، انا عندي واحد المكالمه مع واحد السيد وانا معكم. خليك هادشي اللي قلنا. يلا سالتك تفضل. لا بحال باش نشوفوا الناس اللي ما هضروش، باش ما نكونوش شوفوا المغاربه اللي حدنا. خليني انا هو الطرف الاخير، انا وانور باغي نبقاو نجمعوا حتى الاخر، ما عندكش لا ماشي مشكل. شوف لي مغاربه يونس، خليك معنا، انت باقي معنا، الله يحفظك. خليه يكمل اصاحبي عليك اخي يونس، راه هو شويه وغادي ننزل عليكم هي قناه السكري، راك عرفتوا غدا نسمعوها كاملين. بلاتي عافاكم، بلاتي يونس راه بغيتي في حالته خليوه يكمل. اول شيء خاصنا نعرفوا، خاصنا نستافدوا من الحراك ديال الريف ديال 2014. هذاك السيد اللي قال لك السي محمد لانه تهجم على الامام ويعطاو 20 سنه، بالله عليكم واش واحد غيوقف خطيب رجل صحابي من 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 من, من قبائل بنو خزيم ويقال له عمر بن الناطير، جاو من غزوه حنين وقال له كيقسم عليهم الغنيمه، داكشي اللي ربحوا الحرب. من ربحوا الحرب كيجمعوا هذيك الغنيمه ديال الكفار وكيقسموها بيناتهم. من يقسموا هذاك عطاه غير شويه لانه فات شد قبل من داكشي، شد بزاف. قال له اعدل يا محمد، ما قالوش اعدل يا رسول الله، قال له اعدل يا محمد. اش قال له رسول الله، هذا رسول الله. قال له ان لم اعدل فمن يعدل غيري، فاني قد اعطيتك عطاء من قبل لم اعطيه احدا من قبل، لكن الان عليك ان تاخذ حقك ثم تكفل لغيرك. ما قالش لهم قطعوا راسه قتلوه ولا انه منافق، هذا كيقولها الرسول الله. فما بالك واحد انه وقف الامام قال له تكلم فيما يقع، فيما اننا نعيشه في هذه الاوضاع، ما تهجم عليه، ما نزلوه، ما ضربوه، اعطاه 20 سنه وعطاو دوك اللي معاه 20 سنه. علاش؟ لانه تكلم على الصحه. وبعد ذلك قال له كسي محمد كيدعي للانفصال وكيخرجوا لنا الاهل ديالو والناس ديالو انه مغربي وانه مخلص وانه مواطن. وبعد ذلك راه ظهر حتى بهذه الخرجه الاخر، مع اننا لازلنا بولداء كيطلعوا وحدين وكيستعبطوكم وكيبغوا يلعبوا على المشاعر ديالكم وكيقول لكم راه هادشي كتحركوا اجنده خارجيه. واش حتى 2014 كانت كتحركوا اجنده خارجيه؟ فلهذا لا تستعبطوا وتستحمروا عقول الشعب المغربي. كلما اردتم ان تزيدوا في غيكم وان تزيدوا في طغيانكم وان تزيدوا في جبروتكم وان تزيدوا في نهبكم ومصكم لدم الشعب المغربي، انتم مصاصين الدماء، ماشي غير نهبتوا ثروات البلاد. هاد الناس اخوتي حنا راه ما كنعيشوش في دوله فاسده، حنا كنعيشوا في دوله اكثر من فاسده. حنا كنعيشوا في دوله انها استاذ يونس، واش ما كتشوفش هذا الشيء من علامات الساعه ديال اخر الزمن؟ لا، انا كنشوف هذا الشيء الاخ، انا كنشوف اننا نعيشوا مع قوم يفتقدون اسم الانسانيه، ماشي غير اسم العروبه،